يا اخي كل سؤال صغير سألناه اياه بيكون صاير معه شيء. لا، عم تاخذ رأي البيست فريند. البيست فريند يا جماعة هي وزيرة الدفاع ومستشارة الأمن القومي والناطق الرسمي باسم الحبيب. يعني مثلا أنت بعت لحبيبتك اشتقت لك، بيطلع قرار من مجلس الأمن العاطفي لعند البيست فريند، بتراجع، بتدقق، بتحلل، وبعدين بتقترح رد حسب المصلحة العاطفية. ردي عليه بعد ساعتين، خليه يحس بقيمتك، اعطيه ايموجي واحد، بلا قلب، وهيك شغلات. بعتت لحبيبتي بدي اشوفك، قال ما في لزوم. صرت اتذكر شو عامل وهي ولا كنا هون، بتقلي مشغولة ماني فاضية والحقيقة دوم. القرار مش لإلك، للبست فريند معلوم. هي اللي بتقرر ايمت تقول حبيبي، ايمت تبعت قلب احمر، حتى الايموجي يا نصيبي بلا اذن والله بتتبهدل. ما بترد عالسريع، عم تعمل فحص طبي، بستاهل رد عليه ولا شو اعمل يا ربي؟ والله ضايعة، بدي اخد رأي سعاد وصفاء والبست فريند تبعيتي بستي. بيست فريند بيست فريند، تكي بس لاخد رأي البيست فريند. بيست فريند بيست فريند، لحظة بدي اسأل البيست فريند. تكي بدي اخد رأي البيست فريند. فيا جماعة الخير، إذا تأخرت عليك بالرد هي ما عم تتجاهلك، بس عم تاخذ رأي البيست فريند. هلا بالنهاية نحن بنحترم كل إنسان وصاحب وفي، بس في شغلات لازم تبقى بين شخصين ما تطلع لشخص ثالث. كان معكم بيشو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، بعتوا الفيديو لكل وحدة عم تتأخر بالرد على حبيبها. سلام. تكي بدي اخد رأي البيست فريند.